السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن إكسبريس، وبدون كلام كتير يلا بينا. أول حاجة تعالى نفتح فيس كود بتاعنا على المشروع اللي كنا شغالين عليه، واللي هو الفايل سيستم، ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي زي ما انت شايف طبعا الكود طويل كده زي ما انت شايف. احنا طبعا استخدمنا كام راوت في الكود دوت؟ استخدمنا 4 راوت. اول حاجة كانت الجيت ستودنت والست والديليت والابديت. طبعا هو يعني مشروع بسيط بالنسبة للمشاريع الكبيرة طبعا، بس يعني زي ما انت شايف كنا بنكتب كل حاجة بايدينا. يعني عايز اقول لك ان احنا كان فاضل لنا شوية اصلا ونشغل السيرفر بمنافلة، فالموضوع مرهق. فهنا بقى طلعوا مصطلح الفريم ورك. ايه بقى الفريم ورك دوت؟ الفريم ورك دوت زي اداة بتسهل عليك الشغل. بتسهل عليك الشغل من ناحية ايه مثلا؟ يعني بيقول لك ما تكتبش تفاصيل كتير في الكود، اهم حاجة تركز على اللوجيك بتاعك او البيزنس اللي المشروع بتاعك بيستهدفه. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انت اسكيب اي حاجة تعطلك. تمام. زي ما انت شايف كده، يعني احنا بنضيف وبنعمل وبنجيب الست ونبوش ونعمل ونجيب حاجات كتير جدا. تمام. وكمان بنراوت بنعمل في كونديشن، ولازم يكون من نوع، بنقارن بقى اللي هو من النوع دوت ولا لا، ونقول له else if وحوارات ودنيا جوه خالص يعني. فالموضوع اصلا كمان الموضوع ممكن ما يبانش معاك دلوقتي قد ما هيبان معاك قدام لما المشروع يكبر منك. يعني ده بالنسبة لمشروع بسيط فيعني ممكن نمشي الدنيا فيه عادي، لكن المشروع لو كبر فالدنيا مش هتبقى مناسبة خالص. فهنا بيطلعوا مصطلح الفريم ورك، وهو بيقول لك سهل على نفسك شغلك. تمام. وركز لي على اللوجيك بتاعك بس، بحيث انك تعرف تبدأ فيه. دي فكرة الفريم ورك. وفريم ورك اللي هيشرفنا النهاردة هو اكسبريس. تعال بقى نشوف الموقع بتاعهم ونشوف هنعمل ايه. نكتب هنا اكسبريس. طبعا الموقع بتاعهم دوت نضغط عليه زي الفل. اكسبريس بيقول لك ايه بقى عن اكسبريس؟ بيقول لك انه فاست وان اوبinionated ومينيماليست ويب فريم ورك فور نود جي اس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ فاست يعني سريع، انه اكسبريس سريع. ان opinionated يعني مش بيديك structure ثابت تمشي عليه. يعني يا باشا انت ظبط ملفات مشاريعك مع بعض، حط بقى فولدراتك ملفاتك راوتراتك موديولاتك، كل الحاجات ديت زي ما انت عايز. ان شاء الله يا باشا تكتب لي الكود كله في فايل واحد اصلا مش هيفرق معايا. فدي معنى ان opinionated. مش زي الفريم ورك التانيين، مثلا تلاقي فريم ورك بيديك ستراكشر ثابت تمشي عليه، يقول لك حط لي الموديول في فولدر كذا، حط لي الراوتر في فولدر كذا، وهكذا. زي الفل. مينيماليست ويب فريم ورك فور نوت جي اس بيقول لك انه حاجه صغيره. تمام. يعني ما تعتمدش عليها في مشاريع كامله. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني لما تنزل اكسبريس بتنزل جنبها شويه ادوات سواء بقى من ام بي ام او غيرها عشان تساعدك في مشاريعك. فدي فكره المينيماليست. زي الفل. عرفنا شويه معلومات عن اكسبريس. تعالى بقى نفتح فولدر ونضيف اكسبريس ونشوف هنعمل ايه. لان هنا كده ملف الدي، اعمل لي هنا قصدي الديسك دي، وهنا فولدر، واكتب لي هنا بروجكت مثلا. طبعا اسم البروجكت او البروجكت اللي هنشتغل عليه ان شاء الله يبقى من الفيديو الجاي. ونكتب هنا سي ام دي ونقول له كود دوت، يفتح لنا في المسار بتاعنا. طبعا نقفل التابة القديمة ديت مش محتاجينها بقى في حاجة. اعمل ده كده واقفل لي دوت واقفل لي ده برضه، وافتح لي ده. اول حاجه وفي البدايه خالص نفتح التيرمينال ونعمل ايه؟ محتاجين ننزل الباكج جيسون. هنقول له ايه؟ نقول له ام بي ام انت داشبورد ينزل. طبعا نزل لنا الباكج جيسون اهوت. دلوقتي محتاجين نعمل ايه؟ ننزل اكسبريس ونضمن بحيث انه يسهل علينا شغلنا. تعالى بس نعمل زوم كده ونشوف احنا بنكتب ايه. والام بي ام انستول اكسبريس الاول. طبعا هي مش كبيرة قوي فهتنزل معانا على طول ان شاء الله. النت بس يسعفنا بس شوية. طبعا اكسبريس نزلت معانا اهوت. عايزين بقى نعمل ايه؟ ننزل نود موديول. هنقول ايه؟ نودمون مش نود موديول، ما نودمون. ام بي ام انستول نودمون داش داش سيف داش ديف.
واضغط انتر. كلام زي الفل، نزلت معانا اهيت. اعمل كلير وافتح لي الباكجز من اللي بقى يعني زوم اوت شوية كده عشان نشوف الدنيا. طبعا اسم المشروع والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. طبعا ده الملف الرئيسي، فمثلا بلاش اندكس، نخليه مثلا اب احسن. وهنا طبعا السكريبت بتاعنا نخلي السكريبت يبقى ديف، ونقول له هنا نضمن اب دوت جي اس. تمام. هنا طبعا هنغير التايب، هنغيره ونخليه موديول. ليه؟ عشان هنستخدم الاكما سكريبت. طبعا الاكسبريس نزل في الديف في الديبندنسي. تمام. نزلت اكسبريس نزلت في الديبندنسي، ونودمون نزلت في الديف ديبندنسي، يعني عشان ما تطلعش معانا في البرودكشن. زي الفل. اقفل دوت واعمل لي فايل app.js، وتعالى نشوف هنكتب ايه. دلوقتي عايزين نستخدم اكسبريس او نعمل سيرفر باكسبريس. احنا هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا هنا لو جينا هنا هتلاقينا بيقول لك هنعمل سيرفر بالكلام ده، بس احنا هنكتب احنا عملي وبطريقه تانية. فتعالى نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه عايزين نستخدم اكسبريس، فمحتاجين نستدعيه. فهنعمل import الاول ليها. import express from express. زي الفل. تاني حاجة عايزين بقى نضيف اكسبريس دي أصلا، يعني هي عبارة عن فانكشن، عايزين نضيفها جوه ايه؟ جوه variable كده، بحيث إن احنا نستخدمه في المشروع بتاعنا. هنقول const، نسميه add مثلا equal express، ونفتح القسم بتاعها. زي الفل. دلوقتي بقى احنا جاهزين إن احنا نشغل السيرفر. يعني شوف، من تالت سطر الكود بس جاهز إنك تشغل السيرفر، مش زي الكور نود تكتب بقى حوارات بقى ودنيا جوه. لا، تالت سطر كود بتشغل السيرفر على طول. يعني بيعرفك ان الدنيا سهله والدنيا بسيطه، يعني مفيش مشكله. فنقول له هنا اب دوت حاجه اسمها listen، تعمل استماع. دي بتستقبل منك اول حاجه البورت بتاعك، فتقول له هنا 3000 او اي بورت طبعا زي ما انت عايز. ونقول له هنا اعمل لي هنا مثلا او فانكشن مرر لي كونسول لوج، وقول لي هنا سيرفر is live. زي الفل. سيب. تعال نشغل السيرفر نشوف هيشتغل ولا لأ. npm run dev. وزي ما انت شايف السيرفر از لايف، السيرفر اشتغل معاه. كلام جميل وزي الفل. عايزين بقى نعمل راوت بقى. احنا في الكور نود كنا بنكتب كونديشن بقى، ولو الريكوست يو ار ال ومش عارف ايه واعمل لي ايه وخلي لي ايه والميثود كذا. تعالى بقى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي في اكسبريس. تعالى نشوف. اول حاجه بنقول له بنستدعي المتغير او الفاريبل ده اللي احنا استخدمناه. نقول له اد دوت. فاكر انت بقى ال HTTP ميثود اللي هو الباتش والبوست والجيت والديليت والحاجات دي؟ الحاجات دي كلها موجوده هنا. تكتب دوت هتلاقي بقى جيت بقى، بوست، باتش، اللي انت عايزه كله موجود هنا. زي الفل. احنا محتاجين نعمل جيت. تمام. فهنكتب جيت كده. اول حاجه هنا بيستقبل منك الراوت بتاعك اللي هتروح عليه. فاكر انت اليو ار ال لما كنا بنقول لو الريكوست يو ار ال بيساوي سلاش كذا، هو ده بقى اللي انت تكتبه اسم الراوت بتاعك. هنقول له هنا سلاش وليكن مثلا students. زي الفل. تاني هنا بارامتر بيستقبل منك الفانكشن بتاعتك، يعني او الريكوست والريسبونس بتاعك. يعني ايه؟ يعني لما كنا بنكتب في الكونديشن كنا نيجي نخش جوه الكونديشن نفسه، بنكتب بقى الحوارات بتاعتنا بقى، رجع لي ريسبونس مش عارف ايه، رجع لي ريكوست مش عارف ايه، والكلام ده كله. هو ده اللي احنا محتاجين نعمله هنا. هنعمل لي هنا ارو فانكشن استقبل منك اول حاجه. تعالى كده نبص. استقبل منك اول حاجه ريكوست، فنقول هنا ريكوست، على هنا نكتب ريكوست. وتاني حاجه بيستقبل منك ريسبونس، هنقول له ريسبونس. نفتح الارو فانكشن البادي. محتاجين بقى هنا نطلع له رسالة. تمام. طلع له رسالة مثلا مكتوب فيها يعني hello students مثلا. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا في كور نود كنا بنكتب ريسبونس اند في الاخر عشان يوقف لود وكده. فاحنا دي حاجة مهمة برضو هنشوفها النهاردة. فنكتب الاول ريسبونس حاجة اسمها send بتبعت بيانات. ماشي. فهنا بيقول لك حتى بادي، ابعت لي البادي اللي انت عايز تعمل. هنقول له هنا مثلا hello student. زي الفل.
ونسيب وتعالى نشوف الراوت ده شغال ولا لا. تعالى هنا كده نقول له HTTP localhost 3000. بص بقى، هنا بيقول لك cannot get سلاش ايه بقى الكلام ده. وبعدين في حاجة دلوقتي، هو ازاي جاب لنا cannot get سلاش؟ ومش كنا في الكور نود مش كان بيفضل يعمل لود لما كان بيخش على سلاش؟ هو مش عارفه بالظبط. بس هنا اكسبريس هي اللي بتهندل الدنيا دي. لما بيخش على راوت مش موجود، هنا بيقول لك cannot get او نوع الميثود بتاعتك سواء جيت او بوست او باتش او اي حاجه، والراوت بتاعك اللي هو سلاش بقى او غيره. يعني هنا مثلا لو كتبت سلاش اي حاجه كده، اضغط انتر، يقول لك cannot get الراوت بتاعك ده زي الفل. فهنا اكسبريس هي بتهندل الموضوع ده وبتريح علينا شغل كتير زي الفل. تعالى بقى ايه نروح على الستودنت بتاعتنا، فنكتب هنا students. قال لك hello students، كده الراوت بتاعنا شغال وزي الفل. وبص بقى على الكود هنا بقى عامل ازاي. احنا عملنا راوت كده ورجعنا رسالة كمان، وكمان هندلنا ان لما يخش على اي راوت يعمل مثلا ما يقعدش يعمل لود كل شوية، لا ده بيرجع لك رسالة ويوقف لود على السيرفر. يعني كود مفيش ابسط من كده حقيقي. اكسبريس بقى بتسهل علينا الدنيا، عشان كده بتقول لنا اشتغل وركز على اللوجيك اللي انت عايز تكتبه وفكك من التفاصيل التافهة اللي احنا كنا بنعمل فيها دي. وبس كده يا صديقي، كده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. إن شاء الله من بداية الفيديو الجاي هنبدأ بقى نختار المشروع اللي هنشتغل عليه بقية الكورس، ونكمل ونشرح إكسبريس ونشوف إيه العظمة اللي هنقابلها في الفيديوهات الجاية. إن شاء الله يا صديقي أشوفك في فيديو جديد، وسلام.